ياسين ريفينيو من بعد رجعوا. نعم تكلم اخي. وال 120 واحد اللي تبندرات الليله ديال العيد هما دوك الناس اللي كانوا دايرين العصيان المدني في المخيم باش ما يديروش لهم الشجره، دفعوهم للحدود باش تبندرهم الطياره. انا ضحيه كنطالب الدوله بالحرب. احترم جميع قرارات جلاله الملك في هذا الباب في اطار الحل الدبلوماسي والامم المتحده وكل شيء، ولكن شي واحد ما عنده الحق يمنعني نطالب بحقي. شي واحد ما عنده الحق يمنعني نطالب بحقي، لان هذاك حق، هذاك دم ديالي انا، وانا اهل الدم. الا كنا مسلمين نرجعوا للقران، لان هذا النظام اليوم كيعتبرني مستوطن. هذا النظام اللي هي ارضي وقتلني وكيعتبرني مستوطن. كيفاش بغيتي نتعامل مع هذا الاسلوب هذا في النظريه ديالك؟ انت اعطيني انت شي حل. انا كضحيه، انا كضحيه اليوم من هذا اعاني. اعطيني انت حل، قنعني انني ما ندير شي حاجه ونمشي والراعي لدوك الجزائريين اللي كتعرف انت واللي كيعرف واحد اخر ولا واحد من جوا الجزائريه ولا واحد على الحدود اعطيني شي حل. اولا اخويا انا ما من الجهه ديال النظر ديالي انا ما نقدرش نعطيك شي حل، لانني ما عنديش السلطه باش غادي نقدر نقول لك الحل. وتا لا عطيتك شي حل يعني الكلام ديالي ما غاديش يكون تيتاخذ بعين الاعتبار. علاش؟ عندك هذاك الظلم اللي تعرضتوا له وهذاك الشيء اللي تعرضتوا له، يعني الدوله راه عندها شايفه هذاك الشيء، راه عندها في الصوره وشايفه شنو طرا، والرد غادي يكون ان شاء الله. يعني انت تطالب بالحق ديالك، ولكن راه كاين اوقات يعني راه ماشي اي حاجه تنبغيوها تطرا في هذيك الوقيته. يعني راه كاينين حوايج راه مازال عاد غادي تجي شي حوايج غادي يغيروا من هذاك الشيء وغادي يردوا الناس الحقوق ديالهم. 50 سنه 50 سنه نعم. دابا ديال الانتظار. 50 سنه مات جدي ومات بو وانا باقي كنتسنى حقي. الله يرحمه اول حاجه. واش فهمتي المهدي؟ فهمتي الميساج اللي بغاو يوصلوا لك الخوت المغاربه؟ راه هما ماشي لا دقيقه، غير الاخت الكريمه انا غادي نفهموا غير بشويه. نعم دابا انا انت دعيتي معايا وتحسرتي معايا، واش هذا الجرح هذا ما كيعنيكش انت كمغربي؟ انا اثر فيا هذا الشيء ودار فيا كمغربي. اثر فيك كمغربي؟ هي هذاك هو الاحساس اللي كان كيهضر معك السي عبد الكريم. ما عنده وقيله ضحيه السي عبد الكريم، ولكن السي عبد الكريم حس بهذا الجرح لانه عاشه وتفاعل معاه. فهمتك. انا ما عنديش موقف مع السي عبد الكريم. نجاوبك على النقطه. لا 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 غير باش يكون اسي المهدي انا غنسمعك تصنت لي انت الله يرضيك. حنا غير قبيله غير باش يكون النقاش في هدوء وتوصل الفكره ديال الاخوان المغاربه. انا راه كنقول انا كندير المباشرات وكنقول على المباشر، كنقول انا الناس ديال الحدود ما كيعنيونيش. اللي كيقول لك كنمشي حتى لتونس باش نجي نشوف عائلتي، ما عندكش الجرح انت ما كتعنينيش. كيعنيني المجروح، انا كيعنيني المجروح اكثر من اللي عنده غير مشكل ديال الحدود وداير عليه مشكل. هذاك ما كيعنينيش، انا كيعنيني الجريح. تكلمتي على جلاله الملك واليد الممدوده، انا اتفق معك جمله وتفصيلا، ولكن شكون اللي كيعطي الاوامر للدرون ملي كتبندر في المناطق العازله؟ واش ماشي جلاله الملك هو القائد العام للقوات المسلحه الملكيه؟ اذا اعطيني تفسير في هذا الباب. تيبقى القرار ديالو اخويا، ماش غادي نقول لك انا نعطيك تفسير ديال التفسير. لا يعني تفسير كمغربي تفسير انت اعطيني تفسير كمغربي كيفاش كتشوف هادشي؟ مشاو ضربوهم بالدرونات، دخلوا للوحده الترابيه ديالنا وتعداو، كانوا باغيين ينفذوا عمليات ارهابيه وعمليات تخريبيه في المملكه المغربيه، داخلين بقوافل بطويوطه بهذا وداخلين بزاف كمرتزقه ومرتزقه ان صح التعبير. فهمتي؟ يعني تيشكلوا خطر على الوطن وعلى الوحده الترابيه. الوغ كان الرد حاسم من جلاله الملك باش يعطيهم باش يضربهم باش يعطي الامر باش يضربوهم ويقتلوهم. اذا لكل مقام مقال، المفهوم ديالها هو لكل مقام مقال. لكل مقام لا ما تعنيش هادشي. لا هادشي ما تعنيش بانكم. نعم خليني حبك نقول المهدي كلمه واحده. شوف المهدي، انت قد ولدي، شتي الا ما حسيتيش معنا بالجرح واخا نضليو نغنيو لك حتى الغدا. حيت دابا انت كدوي من خارج الجرح وحنا كندويو من داخل الجرح.
ما غنتفاهموش. ما حيت انا عندي خويا شهيد. اسمع، انا امي كانوا عندها 4 ديال الرجال في الصحراء. انا امي كانوا عندها 4 ديال الرجال. شتي ملي كيلبس التري ديالو وحنا اطفال يقول لها امي انا غادي الا ما رجعتش الله يسامح. شتي هاد الكلمه بوحدها نحرق في دين امها الجزائر كلها. 40 مليون ديال امهم ما نفيقش لهم من النعاس ويتحرقوا. والله ما يتحرك فيا شعره. انا امي ماتت بالقهره ديال ولادها. قد باقي ندردكم بالقهره. عاشت اسمعني عاشت كتسايل. اسمعني عاشت كتسايل. ومن بعد عاشت كتسايل الاخبار ديال شكون اللي غيموت فيهم. انا نعطيك واحد القصه زويونه وشد عندك المهدي وعيش بها. كانت عندنا السيده في الحومه، انا كبرنا في حي ديال العسكر، عندها 2 ديال الوليدات، واحد قبطان وواحد سوليوتنون. جا وقفات الجيبه ديال الجدارميه فيها قبطان وفيها جدان شاف والشاف. تيقول لها تيقول كل واحد تيقول الاخر دوي. هذه في 81 ما قدوش يتكلموا. الجدارميه كيبكيو. قالت له ولدي قول لي غير شكون فيهم. قال لها بجوج امي انت بجوج ضربه واحده. عاشت موراهم 6 شهور ومشات. حرق جدبوا الجزائر. الله يحرق جدبوهم بكبيرهم وبصغيرهم. السلام عليكم. السلام. عندك الحق في اللي تقول. كما تيقولوا المصريين اللي يدوا في النار ماشي هو اللي يدوا في الجنه. يعني اللي مكوي اللي تقاس بهذا الشيء ماشي بحال اللي عادي جالس عايش وتيسمع. راه عندك الصح ويمكن لك يعني الدفاع ديالك ولا يعني على الحرب ولا هذا متفق معاك وعندك الحق في كل شيء. فهمتيني؟ انا دويتي في واحد المنطلق ديال الخطاب ديال جلالة الملك. خويا المهدي، واش انت تزاديتي في المغرب ولا في اوكرانيا اخويا؟ اشرح لي فين تزاديتي؟ انا مغربي اخويا، مغربي. اخويا ما بان ليش انا ما عمري تلاقيت ياك اختي خوله، ما عمري تلاقيت شي مغربي كيدوي بحالك اخويا بهذه الطريقه في هذه القضيه المحسومه. ماشي المغرب، ماشي انا اللي ما كيقصدش هذا الشيء اللي كيقول. ما كيقصدش. ماشي انا اللي كندوي، ماشي انا انا الجلاد. جلاء الاعداء ما عرفت جلاد الاعداء يمكن. شوف يا مهدي، ما عمري تلاقيت بشي واحد كيدوي في هذا الموضوع العداء ما بيننا والجزائر بحالك اخويا. عندي 40 عام ما عمري تلاقيت شي واحد بحال صغير كبير متوسط. ما عمري تلاقيت شي واحد بحال. واش لقيتيني انا كندافع على الانظمه ديالهم وعلى لا انت طريقتك ما عندكش الحرقه على البلاد، ما عندكش ديك الحرقه، ما عندكش. هذه راه بلادي، هذه بلادي كما بلادك انت. هكاك ماشي عندك 4 الصحاب. انا راه صحابي جزائريه ولكن راه كنضربهم في الواقع قبل ما واقع بالهضره وبالدليل. ما تقول ليش راه عايش في الغربه انا 20 عام. واش فهمتي اخويا؟ هاد خونا المغاربه الوحده الترابيه بقى فيا بغيت ندمع دابا، وبنمر بغيت ندمع، وانا عندي حالات من عائلتي ماتوا في الصحراء. صاحبي ما تجيش تبقى تقول شي حوايج. راه الناس ماتوا لهم اولادهم وابواتهم وخلاو اماتهم كيدمعوا. صاحبي حنا مات عندنا واحد على المباشر اخويا عبد الكريم. نحكي على واحد الحاجه. دقيقه الله يرحم الوالدين. دقيقه السي المهدي. لا انت مغربي شوف اشرح لك. مغربياتكم وطنياتك غير هو الوطنيه الاماميه بغاو يقولوا شوف غادي نهضر وغادي نتكلم. المهدي حتى واحد ما كيهاجمك، غير هما كيقولوا لك ديما حط بلادك وولاد بلادك هما لا بنتي. لا ماشي لا ما تمشيش معايا بعيد. اول حاجه فوالا غير اسمعني الله يرضيك. شوف انا كنحاسبك على طيبوبتك ماشي على وطنيتك. النيه ديالك الطيبوبه اللي عندك هي اللي ما خداماش. شوف هاد الطيبوبه ديرها مع خوتك. اسمح لي، هاد الانسانيه والطيبوبه ديرها مع خوتك المغاربه. انا كنحاسبك على طيبوبتك، ما كنحاسبكش على وطنيتك. شوف الله يرضيك، اسمع. شوف مهدي، انا نعطيك واحد المثال. سمحوا لي الله يحفظك يا هشام الله يرضي عليك. شوف انا مثلا تعديت. شوف انا بغيت غير تفهم واحد المساله. انا تعديت عليك. شكون اللي خصو يجي يقلب السماحه؟ واش انت ولا انا اللي خصني نقلب على السماحه حيت انا اللي تعديت عليك. ما تقلبش لهم على الحل. هما اللي يجيو يتسامحوا معاك، هما اللي يقلبوا عليك، هما اللي يرضيوك. هذا هو الخطا اللي كنطيحوا فيه حنا المغاربه. اسيدي انت ما خواتش تظلمني، هو اللي يجي يعتذر لك.
هو اللي يدير اللايف ويطلع المغاربه الله يرحم باكم سمحوا لنا. حنا كتجي منا حنا المبادره. انا شي كيضرني انا هو ملي تيجي مغربي يقول لك خاوه، لا ما تقولش ما خوياش حتى يثبت لك هو الاخوه. وتنقول للمغاربه الله يرحم باكم كتقولوا الاخوه وتثبتها ليا. انا المهدي نقول لك انا مستعد نثبت لك العداوه. هذه 4 ديال القرون نثبتها لك بالارقام وبالاحصائيات وبالتواريخ. ثبت لي انت هذا الخاوه، اعطيني شي دليل واحد على الاخوه. يلا حنا خوت مغاربه بيناتنا، دليل واحد على انهم خوتنا. اعطيني دليل واحد، ونعطيك انا عشرات مئات الادله ان ما كاينش خاوه. اعطيني دليل واحد. السلام عليكم. معليش واحد النقيطه نشرح للمهدي. كما قلتي انت، انا تنتكلم بالطيبوبه، هي تنتكلم بالطيبوبه وما تنتكلمش، ما عنديش واحد العاده ولا تنتكلم بواحد العاده ياك، ولا اللي تنتماو كاملين مسلمين. ولكن لا جاو هما هاجمونا ولا جا دار شي واحد شي حاجه، راه غادي يشوفوا من عندنا العين الحمراء وغادي يشوفوا الوجه ما عمرهم ما شافوه. وهذيك الطيبوبه اللي تتقول عليها طيبوبه اللي تتكلموا بها دابا ما غاديش تبقى طيبوبه، غادي يولي واحد الغضب. لا غادي تقبط واحد، غادي ماشي غادي تقطعوا طرف، غتقطعوا طراف وما تألمش من جهته. نقول لك واحد القاعده. شوف نعطيك واحد القاعده وخليها عندك. شوف سيثبت لك الزمن. شوف راهم غداره، غير ما تصدعش راسك. معليش نهضر معك كريم خويا. يا حبيبي تفضل، اسمح لي. واحد النقيطه باش نختم انا، هذا الحوار مع المهدي. الجزائر عندها جيش في اوروبا كيستدرجوا المغاربه باسم الاخوه ضد النظام، وما كيدخلوش وكيقولوا بزاف ديال الحوايج. هادوك هو اللي تشتيت الراي ديال المغاربه اللي في اوروبا تحت مسمى خاوه. الا كتحترم خطاب جلاله الملك، فعلا جلاله الملك قال النظارتان التي يرى بهما المغرب العالم هما الصحراء المغربيه، لا علاقه اقتصاديه ولا تجاريه ولا دبلوماسيه ولا صداقه مع من لم يعترف بمغربيه الصحراء. النظام الجزائري لا يعترف بمغربيه الصحراء، فهنا كيسقط كل شيء. انا وخي ولي 40 مليون جزائري الصحراء مغربيه، هذا نظام كيعاديني فهو عدوي. وانا كنقسم لك بمن رفع السماء بلا عمد وخي يتحل هذا المشكل ويقدموا اعتذار خصمائي امام الله عز وجل، ولن اثق فيهم حتى وخا يكون قدامي اكبر امام اسلامي في الجزائر لن اثق فيه، لانه لو كنت غنثيق فيه كنسمعوا كيناضل من داخل الجزائر وكيقول لهم اللهم ان هذا لمنكر، والجزائريين راكم كتاكلوا في المغاربه، راهم مسلمين، راهم خوتكم، راه تعدينا عليهم، راه درنا ليهم. راه الخيانه من 1845 من نهار نقالب عبيقه على السلطان عبد الرحمن بن هشام. راه ليست الخيانه من 63 ولا من 76، من 1845 واتفاقيات واتفنا. رجعوا قراوا التاريخ. فالعداء قديم وقديم، وكل هذا العداء هو تاريخ، هو دولة ضاربة في التاريخ ودولة حديثة. وهذا الفكر ما عمره غيبني الدولة في الجزائر، وما عمره غيجعل الأخوة بين الجزائري والمغربي. باش نكونوا واضحين في هذا الباب هذا ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. كل واحد عنده إحساس، كل واحد كيفاش خلق فيه الله. ولكن اعتبر انت هذا الجرح اللي سمعتي ديال هذا الإخوان هذا، اعتبره أنه جزء منك. تقمسوا انت بان انت حط بلاصتك بلاصه واخا ما يكونش عندك باسم الوطنيه. خذوا باسم الوطنيه، باسم الوطن فقط. تفضلوا. نعم انا بنتي غادي ننزل، وانا غننزل طلعي هشام، راه هبطيه هشام. شكون هشام؟ لا ما هبط حتى واحد، كيهبطوا بوحدهم، انا ما كنهبط. بارك الله عليك اخويا هشام الوحده الترابيه. انا نطلعو اول زعما يعطي الكلمه ديالو لامين ها هو مشى هذا الاخ. انا نطلع. شكون قلتي لي؟ هشام الوزاني. واخا نعم واخا نقول لكم واحد الهضره الله يرحم والدين. يلا دابا رجعنا كلشي كنهضروا في السيد في المهدي جبرنا ساكت كذا، كنهضروا رجعنا كلشي نهضروا عليه. لا ما كنهضروش عليه، ولكن نسينا اللي كيضربنا بالصح، اللي كيدير اللي بغى في اي بلايص. المهدي الا شفناه، لا غير بلاتي نقول لك اختي، الا شفنا هذا المهدي كيهضر كيسكت،
يمكن يجي واحد الوقت الله اعلم، واخا راه كتجبروها هي تساكت، يمكن يجي الوقت ما عرفاش يكون شي حاجه معقوله بصح تجبروه هو الاول هو الأول في الحرب وفي اي حاجه. لا ما نسمعوش البنادم اللي كيقول ما نعرف اش غنصنع ما ندير باش كذا. انسان خصو يكون واقعي. كاينين الناس فهمتي راه حتى واحد ما شكك في، شوف راه حتى واحد ما شكك في الوطنيه ديالو، راه هما كيقولوا ودابا رجعنا كامل كنهضروا فيه، هو فهمتي كيقول لك لا هو كذا لا هو هذه لا هو كلشي، الله يفرجها كيهضر عليه. طيب سمحنا في العنزي اللي كنا كنهضروا عليه، رجعنا كنتبعوا المهدي. باقا نرجعوا له، ولكن حنا كنهضروا دابا خصنا نهضروا على العنزي وما المهدي نخليوه هذا مغربي نخليوه يقول لك عاش الملك الله يجعل البركه. محمد قولي النصائح، حنا كنقدموا نصائح. خونا المهدي راه خونا هو جون صغر منا وجون. محمد دابا انت العنزي راه ما عندكش شي حل ليه. العنزي داير منصه، هذيك المنصه نجح فيها. انا نعطيك من الاخر، العنزي عنده، اسمع لي نقول لك، العنزي عنده اجنده قطريه اخوانجيه. دابا انت ولكن باش ننجح بها اخويا، باش ننجح بها بلاتي غير بلاتي باش ننجح بها. انا غادي نقول لك شنو انا غنقول لك شنو غرض. انا غنقولها لك دابا انت بغيتي تفرج كلشي في هذا اللايف ياك، اللي كيسمعونا كلشي ياك. انا ضروري يا خويا، انا معك في اي حاجه. علاش نقدر نقول كلمه؟ مسؤوليه الا تهز الصوت ديالي انا غنتحمل المسؤوليه. العنزي الدراري عافاكم، شوفوا واخا تبغاو شي واحد يعطي المداخله نخليو اسامه ولامين. انا غنكمل مجهوله كلمه برك نعطيهم كلمه باش يمشيو في حالهم ونبقاو حنايا. واخا صافي خليهم عطيهم الكلمه. واخا نعم اسامه خويا، اسامه جا قبل من الاخ لامين، دونك نعطيو لاسامه الحق. خلي لامين يهضر من بعد انايا، خلي لامين يهضر. اوكي يلا عطيو المداخله وكان يزيد. نعم شكون يعطي المداخله، لامين ولا اسامه؟ انا. يلا خويا عطي المداخله ديالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا امازيغي من الجزائر، وانا نحب خوتي الامازيغ الريافه. علاه راح تفرقونا ما بيناتنا؟ لا انت ما فاهمش الموضوع يا اخي، اسمح لي، لانك خرجتي من اطار الحنا كنهضروا على ما كنهضروش على الريافه وعلى حتى حنا ريافه وكنبغيو السي المهدي ها واحد من الناس هو اللي مبني الاطروحه ديال الريف وكيتخلصوا جايين كيديروا. ما تقسمناش، حنا ما كنقسموش ما بين المغرب والامازيغ الجزائر. لا اسامه هذاك اللي بغيت نقول لمحمد، بغيت اول حاجه نشكروا على الكلام ديالو، وثاني حاجه بغيت نقول لكم بانكم نتوما الكلام معكم راه شرف ليا، وثاني حاجه عارفين اكثر مني في شي حوايج. نقدر انا نكون عندي واحد الطيبه ولا عندي واحد السياسه ديالي ديال ماشي تدخل في حرب ولا دير الحقد ولا دير شي حاجه. لا حنايا حتى واحد ما كيبغي داك الشيء. المهدي هما بغاو يقولوا لك بان شوف هذا الحال. شوف المهدي حتى انا ما باغيش راه انا تندوي على ماشي فينا هذه. يعني راه دابا شوف الجزائريين صحابك حنا ما كنقولوش. حنا اكيد عرفنا الجزائريين هنايا في اوروبا وتعاملنا عادي كمسلمين، يعني عادي ما كاينش مشكل، ولكن كنقول لك بان كن على يقين ان الا تعلق الامر ببلادهم ما يعقلوش عليك اخويا، راه غيدوزو فيك. راه اي واحد كيموت على بلادو غير باش تكون شوف نتايا. انا من الجزائر، معليش نهضر انا من الجزائر. عطي كلمه المهدي ورجعوا حنا نناقشوا الموضوع ديالنا. نعم راه داكشي اللي بغيت نقول لكم، اللي بغيت نقول لهم بانهم على حق وكلامهم على صواب، وعارفين في التاريخ احسن مني وعارفين في شي حوايج احسن مني. انا ديجا انا من الهضره ديالهم انبهرت بهم بالثقافه اللي عندهم واستفدت منهم شحال من حاجه. نعم. يعني هذا الشيء انا هذا عندي هذا سامو في بليزير. نعم يلا نعطيو الاخ اسامه الكلمه باش ندور. عافاك اخويا اسامه، عطي المداخله ديالك بحيث خصني ندور، كاين الناس كيستناو تحت. نعم اخويا اسامه. بارك الله فيكم وبارك الله في خويا مهدي، حيث هو اللي راه يهضر بموضوعيه اكثر. انني سمعت كاع الاخوه هنايا. خويا اللي راكم تهضروا فيه في الواقع ما كاينش، باسكو انا عندي صحابي مغاربه كلش بالبيا معاهم، فهمتيني؟ نعم. ونرجعوا للنقطه تاعكم. شوف كاين النظام المغربي
بحيث انتم المغاربه تقولوا باللي النظام تاعنا هو الصح، وانتم عندكم قضيه تمشوا عليها وكل شيء، وتوجور تردوا باللي النظام تاعكم هو المخير كاع. بصح حنايا كجزائريين كان نشوفوا النظام تاعنا باللي حنايا على صح، والنظام المغربي يخرب فينا وكل شيء، فهمتيني؟ دركا هذا الحوار كي لا ولينا حنايا نسبوا في بعضنا وانتم تسبوا فينا وحنا نسبوا فيكم ما نوصلوش النتيجه. لا حنا ما كنسبوش، حنا كنتناقشوا فقط. مش السب، مجرد مش السب، نقاش أسامة. ولكن هذه الكلمه غادي نعارضك على هذه الكلمه اللي قلتي بان حنايا ديما كندافعوا على النظام ديالنا كوم كوا هو الاحسن نظام وهذا وكذا. اسمح لي نقول لك اخي اسامه، انا اعطيني دليل، اعطيني هضر عليا بالدلائل، هضر لي بالدلائل، اعطيني دليل ديال ان المغرب هاجم الجزائر او الملك محمد السادس ادى الجزائر او النظام المغربي ادى الجزائر بشي حاجه. غادي تلقى ما كاينش. الا عندك دليل تقدر تقولوا لي، يمكن انا ما عارفاش، ولكن الا جيتي نتايا تطلب لي دلائل غنعطيك هما دلائل هما بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الخطاب ديال هذا ديال الرئيس ديالكم تبون و بزاف حنا كنهضروا سياسيا يعني على الناس المسؤولين، ما كنهضروش على حنايا بيناتنا في اللايفات. راه بيناتنا راه ما كاينش الرحمه، شحطتي فيا نشحط فيك، فهمتي؟ راه اللي جات عداني على ولاد بلادي نطحنوا ما على باليش. احترمتيني ولكن باش تقول لي زعما حنايا كنشوفوا النظام مزيان، لا خويا انا نعطيك دلائل بان الجزائر متعديه على المغرب، نعطيك دلائل. انا نشوف باللي المغاربه ثاني ولاد بلادي. حنا تقوليش انا انا المغاربه ندافع عليهم. شوف حنايا نقولوا نتايا العاطفه ديالك كتمشي مع المغاربه وعزاز عليك، وعندك ناس كيما وقع المهدي بان كيقول لك عندي اصدقاء جزائريين ولكن غادي نرجع لنفس النقطه. النهار نتايا اللي غادي يجيو يهاجموا لك بلادك راه ما تعقل عليا لا انا على المهدي لا على محمد لا على شي مغربي. غتبقى تبان لك الجزائر والرايه ديالك الخضراء فيها نجمه حمراء، ما تبقاش تعقل على المغرب. باش نكونوا واقعيين ما نكونوش متناقضين. يا صديقي باش ما نكون أسامة اسمعني مزيان على فكرة، اسمع مليح اش نقول لك. انا قلت لك انا في المداخله ديالي قبيله الا كنتي استمعتي ليها، راه قلت يعني خلافنا مع النظام الجزائري وليس مع احرار الجزائر، خلافنا مع النظام الجزائري ومع ازلامه الذين يتبعون نفس فكره. والنظام الجزائري انت كي قال هذاك اهل مكه هضر بشعابها، انت اعلم من غيرك به. هو نظام عسكري يعني قائم على سياسه القمع الداخلي اولا، اللي عانى منها الشعب الجزائري يعني في العشريه السوداء وحتى قبل العشريه السوداء، وعانى منها حتى الجيران ديالو. وانا غادي نعطيك نعطيك مراحل تاريخيه. اسمح لي يا اسامه، سامحني دقيقه. الاخ هشام، انت راك تشوف باللي حنايا عندنا نظام عسكري بالرؤيه تاعك انت. انا ما نشوفش باللي عندنا نظام عسكري. انت راك تقول كيفاش راح نفهمك انت دروك الحل اللي عندك وين راهو؟ اسم وزير المهدي اسامه، ما اسم وزير الثقافه الجزائري؟ ما اسم وزير الثقافه الجزائري؟ خليني سولوا على اسم وزير الثقافه الجزائري. أسامة اسمعني، لست أنا من أقول بأن نظام عسكري. سمعتي؟ هذه قضية النظام العسكري ضربت أنه شوف راه كاينة مظاهرات كانت عندكم في الحراك الأخير يعني كتقول مدنية ماشي عسكرية، والعالم بأسره يعني يشهد بأن الجزائر يعني راه نظامكم نظام عسكري. والدليل على ذلك أن الظهور ديال شنقريحة يظهر أكثر من الممثلين الجزائريين في القنوات الرسمية الجزائرية، لا في الشروق ولا في النهار. وحتى الاتفاقيات شفناه في فرنسا، مشى عند ماكرون، شفناه مؤخرا في البرازيل هذه الأيام استقبل قائد أركان الجيش الأردني. يعني شنقريحة يظهر أكثر من، اسمح لي لا شوف راه ما نخبيوش الشمس بالغربال. حنا ليس عداؤنا مع الشعب الجزائري ولا احرار الشعب الجزائري، عداؤنا مع هذا النظام العسكري المقيت الذي يحاول تقسيم بلدنا من خلال خلق جبهه وهم المرتزقه البوليزاريو. ونظام اعطينا واحد الكلمه من فضلك، ما اسسهاش. اعطينا واحد الكلمه. مش الجزائر اللي اسسها. نعم
الا ما لاحظتوا راه خليتونيش نهضر. غادي تهضر خويا، غير خلي اسامه شوف دقيقه لكل واحد، انا نحسب لكم الدقيقه دقيقه لكل واحد، لان سينو ما غاديش نتايا كتخرجوا من اطار سين جيم ولا المداخله على الاخر. الاخ هشام شنو بغيتي توصل للاخ اسامه ونخليوه باش يجاوبوا، لان بزاف ديال الناس بغاو يديروا المداخله ديالهم. بغيت نوصل للاخ اسامه بان النظام الجزائري الحاكم في دوله الجزائر، هذا النظام هذا لطالما كان بمثابة حجرة عطرة أمام تقدم الاتحاد المغربي، وليس الاتحاد المغربي الذي دعا عليه المرحوم الحسن الثاني في 1989 وكانت شاركت فيه الدول الخمسة، معاوية وسيدي أحمد طايع وزين الدين زين العابدين بن علي، وأنا ذا كان شادلي بن جديد عندكم في الجزائر، وكان في ليبيا معمر القذافي. لا، أقبل من هذا كان واحد الاتحاد كانت دارته تونس وليبيا في 1974 في يناير بالضبط، وكانوا داروا اتحاد ما بين تونس وليبيا سموه الجمهوريه العربيه الاسلاميه، ودعاوا الجزائر للالتحاق بهذاك الاتحاد. وتعرف باش جاوبهم بومدين؟ جاوبهم باللغه الفرنسيه بهذا الكلام هذا، قال لهم الجيري نا با لابيتود دو بروندر لو تران اون مارش، يعني انتم درتوا الاتحاد ما تجيوش مازال عندي باش تطلبوا مني ننضم للاتحاد. هذه اول ضربه الاتحاد المغاربي قبل من الاتحاد المغربي اللي دعا عليه الحسن الثاني رحمه الله عليه في 1989، وجميع المبادرات والمحاولات اللي يعني كيكون الهدف ديالها هو لم الشمل ديال البيت المغاربي في شمال افريقيا، كانت دائما الجزائر هي التي تقف كحجره عطراء، ولا زالت الى يومنا هذا، لا زالت الى يومنا هذا. وخير دليل تفضل يا اخوان تفضل. نعم اسامه، وصلك المقصود؟ وي وصلني المقصود. انا لو كان نجاوبك جواب كجزائري، انا ثاني غادي نهضر لك على الحسن الثاني ونهضر لك بصح هذه ما تديش النتيجه. نهضروا بحياد، فهمتني يا اخ هشام؟ انت راك تشوف في روحك راك صح، وانا راني نشوف في روحي صح. ضرب الحل وراه لازم نتحاربوا باش يكون لا يا اسامه، هو ما كيهضر لك، هو ما كيهضر لكش كشخص، هو كيهضر لك بالتاريخ. التاريخ ما كاينش اللي غيمسحو. لا اسامه المغرب، لا مش المغرب اسامه اوكي خوتي، شوف خوتي باش نكونوا المغرب لم يخلق كيان او جبهه أو حركة انفصالية داخل الجزائر وقام بدعمها بالمال وقام بدعمها بالسلاح، وبالعكس وأكثر من ذلك كانوا هناك جنود جزائريين. يعني راه آخر القصف اللي قامت به الدرون المغربية على فكرة تقوم بعمليات جراحية دقيقة في منطقة الصحراء المغربية، راه ماتوا بعض الجنود الجزائريين في القصف الأخير اللي قامت به هذا الدرون هذا. المغرب لم ولن يدعم جبهة انفصالية تقوم بتقسيم الجزائر كبلد جار. المغرب دائما لا طالما يحترم الجيرة، بل أكثر من ذلك. المغرب في 1969 لم يكن يعترف بموريتانيا واعترف بها من أجل الانضمام لاتحاد الجامعة الدول العربية من أجل القضية الفلسطينية. المغرب دائما كان مع العالم الشامل وأبدا لم يكن مع تقسيم البلدان، أي بلد كيف من كان، فما بالأحرى دول الجارة خصوصا على شكل الجزائر. وتفضل. الاخ نعطيو للشيخ قبيله. شكرا الاخ اسامه وهشام. الاخر الشيخ القبيله وجمجمه. الشيخ القبيله مرحبا اخي. شكرا خويا. السلام عليكم. شكرا اختي على الاستضافه. تحيه للحضور الكريم وتحيه نضاليه. وعاش الملك وعاش المغاربة أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا عزاء للحاقدين المنبطحين القرغليين المنافقين. هذه من جهة. بالنسبة للدولة المغربية بلا سب من فضلك، لا أنا ما تنسب ما والو. خويا أسامة هو ما علمش، هو هضر على واحد الفئة. خويا غادي نخلي أسامة خويا غادي نهبط اللي كملوا الكلمة ديالهم باش غادي ندخل عافاكم الناس اخرين. شكرا خويا أسامة على المداخلة. تكلم ما قاطعك حتى واحد. يلا اسمع، سد المايك واسمع. تكلم. نعم. إذن لا مقارنة بين إمبراطورية ملكية دستورية وحكم ديكتاتوري عسكري. سلام. ما غاديش نقارنوا مدينة عندها 62 سنة مع دولة عندها 12 قرن من السلاطين والملوك.
إذا لما نسمع واحد الجزائري في القيس دائما يدرقوا الشمس بالغربال. إذا القصة معروفة، وهم لا يردون الجميل للمغرب، وهي قصص طويلة من عهد السلاطين ومن عهد محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله إلى اليد الممدودة للملك نصره الله. أتحداك وأتحدى جميع الجزائريين وحتى الرئيس تبون وشنكريحة، اعطيني خطاب واحد ديال الملك محمد السادس أو خرج من الخرجات ديالو تيتجرأ على الجزائريين ولا قال فيهم كلمة شر. أنتم من تصنعون الشر. كيف كونتوا؟ لا داعي للقصص نبقاو نحكيو لك الخشيبات، نرجعوا معك المسيرة الخضراء والخطاب محمد الخامس الأمم المتحدة وغير ذلك. إذن احنا ما بيناتنا وبينكم حتى شي علاقة. الحدود مقفلة، لا بوليتيك مقفلة، الاقتصاد مقفل. لماذا تتجرؤون عن المغرب؟ على من تدافعون؟ هذا هو البيت القاصد. على من تدافعون؟ لماذا تتجرؤون عن المرأة المغربية وتسبوها بالزانية؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الجوار؟ والله أترحم على تبون لما يموت، حينما قال 90% من الجزائريين أميين لا يفهمون القراءة ولا الكتابة. إذن ملي تنتعاملوا ناس دايرين المصائب عندكم في الدولة ديالكم من نهب أموال، أين هو البترول؟ أين هو الغاز؟ أين هو الحديد؟ أين هي السيلولة المالية؟ عندهم مشاكل داخل البلاد، سجون، عصرية سوداء، تكريم القتلة، وأنتم ماشيين معهم في واحد طريق ديال الضلالة وتؤيدون الظلم، وأنتم مع الظالمين ولستم مع المظلومين. تصدروا المشاكل للمغرب وأنتم تقولوا المغرب هو اللي عمل هذا الشيء. إذن أين هي الشهامة؟ أين هم الأحرار ديال الجزائر؟ أنتم حاليا وأعمم حاليا أنتم دائما المغرب فعل ترك إلى آخره. لماذا لم تعاتبون فرنسا عن الجماجم وعن قتل المجاهدين وعن اغتصاب النساء؟ وأنتم تحترمون فرنسا، وحاليا هي من تحكم الجزائر، وليس للجزائر وثيقة الاستقلال، ولم تتكلموا عن وثيقة الاستقلال، وتتبجحون في البثوث المغربية وتقذفون المغاربة، والمغاربة مظلومين يدافعون عن أنفسهم، وأنتم تتجرؤون عنا. كيف يكون الرد منا؟ كم سبيتونا بأم الحسن، بوسبير. أين يوجد بوسبير حاليا؟ أليس في الجزائر؟ أليس أم الحسن هي العميد ديال الفريق؟ الحق يعلو ولا يعلى عليه. ما غاديش نطول عليكم وما غاديش نقوي عندي انا، راه الا بغيت نبقى نهضر حتى الصباح، ولكن غنقول لكم واحد الكلمه: اتقوا الله في انفسكم. ولكن غادي نطبق عليكم كلمه ديال عمر المختار: ننتصر او نموت. واقول للاخوان ديالي كما قال محمد السادس رحمه الله: اما ان تكون وطني واما ان تكون خائن، لان الجزائريين يلعبون باسلوب التقيه، بأسلوب مخابرة العبلاوية التي تخدم مصالح الجزائريين. نحن لكم بالمرصاد كما قال المرحوم عمر المختار: ننتصر أو نموت. نحن هنا في المواقع ندافع عن ملكنا وعن شعبنا وعن المرأة المغربية وعن أرضنا، وشعاري ومبدئي وهو: كل من يسب ملكي ويسب الشعب المغربي ويرد تقسيم أرضي فهو عدوي. تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة. وراه مازال بغيتوني نبقى نهضر حتى الصباح، ولكن مرحبا شيخ. خلي الاخوان ديالي ماشي اول مره يتكلموا. تطلع معايا، ديما كطلع معايا شيخ قبيله وكنعرفك. شكرا صراحه مداخلات مستوى.
الله يحفظكم، شكرا، تحياتي لكم. لا لا خطيك خويا جمجمه الجمجمه انت يا وقيت ولي والله غير صبر دقيقه نسالي شي خدمه، انا كنصنت لكم وانا معكم غير على ما يدخل شي واحد على ما نسالي. اوكي يلا اختي بنت الاحرار الحره ومن موراها الانسان ان شاء الله. سلام اختي، اش اخبارك؟ لاباس حبيبتي الله يخطيك فيك. تحياتي لخوتي الرجال كلهم، خوتي المغاربه. انا كانت عندي شحال من مداخله ولكن للاسف كنت لتحت. بغيت غير نهضر مع خويا مهدي. خويا مهدي انت مغربي على الراس والعين وكتبقى خونا وتاج راسنا، غير اللي بغينا نوصلوا لك الاخوان هو ان داكشي كامل اللي انت كتقول راه على حق، ولكن راه حنا كنا اكثر منك في هذه المساله ديال ان كاينين الناس احرار وكاينين الناس ما داروا والو وكذا. لكن منين شفنا شي حوايج وتعاملنا معاهم في شي حوايج وهضرنا معاهم في شي حوايج راه غيرنا راينا، راه داكشي بزاف. يعني وصلنا لواحد المساله اللي هي ليس في القنافذ املس من الاخر، سورتو في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساش بان الملك ديالنا نصره الله، اسمعني خليها تكمل ما تنساش بان جلاله الملك نصره الله ديالنا مد يدو ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، وجميع الخطابات ديالو كيمد يدو الخير والصلح وكيقول لهم حنا ما كناش في داك العهد، صافي خلينا نتصالحوا ونكونوا يد في يد ونكونوا واحد القوه كما كيقولوا هما ضاربه في شمال افريقيا. ما بغاوش. تعرف واحد المساله بان راه ماشي حنا اللي تهجمنا، راه هما كيقولوا لا نتوما تهجمتوا، بالعكس راه ماشي حنا اللي تهجمنا، راه هما اللي بغاو هادشي. هما راه 45 سنه هادي هما كيتهجموا علينا وحنا صابرين وساكتين وجراو على خوتنا المغاربه في 75. دخل اخويا كتب او في نهار العيد الكبير دخل اليوتيوب وكتب باش تشوف البلاوي اللي انا راه منين شفت هاد الحوجه. خاصك تعرف بلي حنا المغاربه ما كناش كنقلبوا في هاد المسائل هادي، راه دابا ولينا كنقلبوا ولينا كنقراو ولينا الحوايج اللي ما عمرنا بهم راسنا ولينا معمرين بهم راسنا دابا. وشكون السبب؟ هما السبب. حنا دائما كنا تنكنوا لهم كل التقدير والاحترام، فهمتي؟ ولكن هما عيقوا وصلوا لدرجه الاعراض دابا كاع ولاو كيضربونا. واش في خبارك باللي ولاو كيضربونا حتى مع السعوديه في الاعراض ديالنا؟ فهمتي يا خويا مهدي؟ راه بزاف ميت كاع. حط في بالك ان حنا ماشي كنهاجموك اخويا ولا كنقولوا لك لا انت حنا متاكدين الا كانت شي حاجه غتكون انت هو الاول في الصف الامامي وجميع المغاربه الاحرار. غير حنا بغيناك غير تفهم. راه حنا المغاربه تربيتنا تدرس، حنا كنبغيو الخير للجميع وكنتعاملوا مع الجميع وحنان وما عندناش مشكل مع حتى شي واحد. ولكن راه اللي قلب علينا كيلقانا، راه اللي دق الباب يلقى الجواب من الاخر. فهمتي يا خويا مهدي؟ هذا هو، ماشي زعما كنهاجموك ولا شي حاجه، بالعكس العز ليك، هذا كيدل على التربيه ديالك، فهمتي؟ وانما بغيناك تفهم هذه المسائل لان راه حيت حنا ربما راه حنا توالى، راه هاد الاباطره اللي طلعوا معك كاملين بحال الدكتور عبد الكريم، بحال الاخ شيخ القبيله، بحال مغاربه الوحده الترابيه، راه هادو كلهم اباطره ما شاء الله عليهم. والفرانك حتى هو الدراري بزاف، وكاين امين فاس راه هو لتحت غادي ننزل ان شاء الله واعطيه بلاصتي. كاينين دراري ما شاء الله عليهم راه عياو ما يهضروا بالادب والصواب، راه عياو ما يهضروا بالتاريخ. انا كنحييكم كاع كاملين، ولكن كنشوف اللي طلع حرام واش شي واحد هضر على الشرعي والعنزي. اسمعني محمد، كنظن تاريخ ياك ريفي حتى ما زختي حقيقي هاي نكته ما زختي. غير باش نفهمك واحد المساله غادي نقولها لك باش تفهمها مزيان، حيت راه من قبيله وانت محارب معاهم، باش نشرح لك خويا على راسي يكون نسان يكون هيته. انا كعجبني ازول فلاك. غير اسمعني فهمت شنو بغا يقول. لا سنخ ما يرادين. انا نفهمك اخويا محمد، راه انا تمازيغت معك، غير كون هاني باش نكونوا متفقين. حط في بالك واحد المساله، هذاك الانسان حنا ما كانش خصنوش الموضوع باش نكونوا واضحين. حنا مع داك الانسان بالنسبه لنا بحال واحد القناه تلفزيونيه، نعطيها لك انا بطريقه مبسطه، بحال واحد المنصه كنوصلوا من خلالها الصوت. غتقول لي علاش واش ما عندناش حنا القنوات؟ لا عندنا، ولكن حنا كنتسموا طرف في الموضوع، فهمتي؟ فملي كيدخل واحد الطرف ثالث كاينين واحد الناس اللي هما ما فاهمينش الموضوع اصلا كيفهم من خلال هذاك الطرف الثالث. حنا داك الطرف الثالث ما كيهمناش كشخص شكون هو ولا منين هو ولا شنو سميتو، حنا كتهمنا المنصه ديالو.
كيكونوا غريب. برافو. ونزيدك واحد المساله، ما تنساش بان هذاك الطرف الثالث هو راه ماشي كيدافع علينا، هو مجرد منصه كيطرح فيها مواضيع وخص الاسبوع يطلعوا يجاوبوا من الاخر. واش نخليوهم هما يقولوا داكشي اللي بغاو ولادنا يبقاو كيشوفوا ما يمشيو الحقا حيت حنا ما نديوهاش فيه، لا يعاود على راسو ما نطلعوش عنده، لا نطلعوا ندافعوا على راسنا ونوصلوا صوتنا وراه عنده تجلدوا كراغيله من الاخر. ولو كان ما كانش الصوت ديال السبوعه المغاربه وصل في ديك المنصه، كره كاع ما غتشوف داك الفضايح وداك المشاكل اللي كيديروا في القنوات الرسميه ديالهم هما. واش حنا دوزيام ولا المغربيه ولا ميدي ان تي في ولا مسوقه ليهم؟ راه كاع ما مسوقه ليهم، وهما راه غير من خلال ديك المنصه الجزائر كلها محركه، تحركوا في فرنسا، تحركوا في العالم كامل، غيتسطاو. واش في خباركم بان راه غادي يديروا وقفه مع ريافه؟ شي وحدين كيسميو راسهم حنا ريافه وكذا ما كيمثلوناش. هادو كاع ما كيمثلوني اختي، انا من الحسمه انا ما كيمثلونيش هادو. واش خبارك بان هادشي كامل مناش؟ هادوك شتي شنو كنسميهم اختي؟ شتي اش كنسميهم هادوك؟ كنسميهم اكبر خائنين على وجه الارض هما هادو. واخا ما نسميهمش حتى انفصاليين. الا سميتهم انفصاليين حاجه اخرى، ولكن كنحسبهم انا خائنين الوطن. خائنين برافو، حنا ما كيمثلوناش هذوك. باش نقول لك حاجه اخرى، باش نقول لك باش فهمتي دابا شنو قصدي؟ يعني داك الانسان كشخص ما كيهمناش حنا كمغاربه، لكن كمنصه والله ما نخليوش يكرغولي، ماشي حتى قويه، ما نخليوش شي واحد يمرر شي مغالطات تما. الا انسحبنا يعني بحال راه حنايا داك الكلام كامل اللي كيتقال صحيح علينا، ما خصناش ننسحبوا. فهمتي اخويا محمد؟ وزيد واحد الحاجه دابا حاليا اخويا محمد ما تقاطعنيش غير دقيقه، انا كنفهمو دابا، راه هو فاهمني شنو بغيت نقول له. وواحد المساله عندك بحال كولايوغ، بحال الدراري اللي كانوا كيطلعوا تما، راه دابا حاليا كيفتحوا المنصه ديالهم راه تبارك الله كتوصل 2000 و3000 و4000. تفهمنا؟ فدائما خصنا حاجه وحده اللي بغيت انا في المغاربه، الله يرضي عليكم، واخا نختلفوا في الراي، فاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. حنا عربي شلح صحراوي ريفي بنغلاديش، حنا كلنا يد وحده، واخا كنختلف معاك ما نتخاصموش، لحقاش حنا ماشي، انا ما كنهضرش معاك انت كشخص، انا كنحاور الفكره ديالك وانت كذلك كتحاور الفكره ديالي. حنا المهم عندنا في هادشي كامل، حنا هنا يد وحده باش ندافعوا على بلادنا والشرف ديالنا من الاخر. هذه حاجه اخرى الا ما بغاوش يفهموه الكراغيله، وسمحوا لي على هذا المصطلح لان نتوما اللي وصلتونا باش نقولوه لكم يا اهل الجزائر، حطوا في بالكم واحد المساله، بان راه نتوما اللي وصلتونا لهاد المساله، ولما كتجيو كتقولوا نتوما اللي بديتو، راه حنا اصحاب الحق، حنا راه ماشي حنا اللي جينا نقسموا بلادكم، وماشي حنا اللي بغينا نديروا لكم المشاكل في بلادكم، راه نتوما اللي بغيتوا تقسموا بلادنا وحطيتوا واحد الجماعه ارهابيه عندنا في الحدود، وكما قال بخروبه حجره في الصباط، وهذيك الحجره في الصباط غنحيدوها من الصباط وغنخبطوكم بها ان شاء الله الا ما بغيتوش تراجعوا من الاخر. لحد الساعه راه حنا انا محترمه نفسي وكنهضر بالواقع، وراه الموضوع لخصو المحجوب السالك وقال بالحرف بان حنا متاكدين بان ما عندنا حتى شي حق في داك الشيء كامل، وحنا عارفين بان لو نجلسوا 100 سنه اخرى ما غادي نوصلوا لحتى شي حل. وقال بان المغرب على حق. سير رجعوا للمحجوب السالك وشوفوا الحوار ديالو النيت مع اسعد الشرعي، شوفوه في اليوتيوب وسمعوا اشنو قال. وقال بالحرف بان الجزائر هدفها في هذا الشيء كامل انها يكون لها نصيب في البحر المتوسط من الاخر، وهذا الشيء هو اللي عمركم ما غاديش توصلوا ليه. فغير نقول لك واحد الكلمه، بغيت نقول لك واحد الكلمه. تفضل. اول حاجه انا ما تندافعش عليهم ولا هذا وضدهم. ثاني حاجه هذيك الهضره اللي تيهضروا بها وتنطلعوا لهم حنا فيها الشان وتنردوا عليهم بهذاك هما سفهاء اول حاجه، وحنا تنردوا عليهم بكلام سافه، يعني حنا تناخذوا الذنوب. ثالثا خرج شنقريحه هذه 3 سيمانات تقريبا ولا 2 سيمانات، وقال بان الجزائر عندها اسلحه باش تقدر تدافع على الجزائر، باش ما تقدرش عندها اسلحه ما تقدرش تهاجم بها المغرب ولا تهاجم بها دوله واحده اخرى. يعني هذا تيبين بان الضعف ديال الدوله الجزائريه. يعني هذا التسليح كامل اللي تيديروا، هذا الانفاق ديال المليارات ديال الدولارات ديال كل